تخيل انك قاعد بتتفرج على ماتش شطرنج، قدامك الملك والوزير والحصان والفيل، وكل قطعة بتتحرك وبتحارب التانية، لكن في شخص واحد فقط غير موجود في اللعبة دي، اللاعب نفسه. فماذا لو كان جزء من التاريخ المعروف حديثا ينطبق عليه المثل ده؟ احنا بنشوف رؤساء، ملوك، ثورات، حروب، دول بتكسب ودول بتنهار، لكن هل الاشخاص الظاهرين امامنا في الصورة هم بالفعل اصحاب القرار؟ ده السؤال اللي بنى عليه ويليام جاي كار كتابه أحجار على رقعة الشطرنج Pawns in the Game اللي صدر سنة 1955. هنتكلم عليه النهاردة كثالث كتاب من الكتب اللي بتحاول تشرح لنا كيف يدار هذا العالم ومن يديره. مبدئيا، مين هو ويليام جاي كار؟ ده كان ضابط في البحرية الكندية وعاصر الحربين الأولى والثانية، وبعد كده اتجه للكتابة في السياسة والدين والحركات السرية، وده مهم جدا لفهم الكتاب علشان الراجل مش بيقرا التاريخ باعتباره اقتصاد وسياسة فقط. هو شايف ان في صراع اعمق بين قوى وافكار مختلفة تماما، وشايف ان اللي احنا بنشوفه من نتائج لهذا الصراع عبارة عن القشرة فقط اللي بتبين الريزلت، النتيجة، ولكن الخناقة الحقيقية احنا مش شايفينها. من اول صفحات الكتاب بقى بيقول لك ايه؟ ما تبصش بس للي بينفذ القرار، دور على الاستفاد واللي مول واللي حط قواعد اللعبة. ومن هنا تبدأ رحلتنا. البداية مع الألوميناتي. كار بيبدأ كلامه بآدم وايز هاوت، أستاذ القانون اللي أسس الحركة السرية بتاعة المستنيرين الإلوميناتي. وهنا في نقطة مهمة، الناس دول مش اختراع، دول بالفعل حصلوا وموثقين. التنظيم موجود بالفعل تاريخيا، تنظيم سري وتم حظره في تمانينيات القرن ال18. لحد هنا احنا بنتكلم على تاريخ موثق، لكن اللي جاي بقى استنتاجات من كار. من وجهة نظره ان منع التنظيم ده لا يعني ان هو انتهى، بل يمكن يكون لسه شغال ولكن في درجات مخفية اكتر. هو شايف ان افكاره وشبكاته فضلت مستمرة باشكال مختلفة، واتنقلت بقى بعد كده للجمعيات والحركات الاخرى، وبالفعل بتؤثر في الثورات والاحداث الكبرى السياسية والاقتصادية في العالم. وهنا هنبتدي نفهم الطريقة بتاعة الكتاب ده. كار غالبا بيبتدي بواقعة حقيقية موثقة وغريبة، وبعد كده يبتدي يبني عليها استنتاج أكبر. عندك مثلا الثورة الفرنسية. الرواية التاريخية التقليدية بتقول إن إيه اللي حصل في فرنسا؟ أزمة مالية، تفاوت طبقي ضخم، امتيازات لرجال الدين والنبلاء، دولة مدنية وطبقات واسعة بدأت تلفظ هذا النظام القائم. كار بقى مش بينكر ولا حاجة من الكلام ده، بيقولك الكلام ده صح، لكنه بيضيف فوق ده بقى إيه؟ ماذا لو في ناس عرفت إنها تستغل الوضع ده؟ يعني الشعوب عندها كانت أسبابها فعلا، لكن في قوة منظمة كانت بتحدد اتجاه الثورة الفرنسية دي ونتيجتها كمان. وهنا بقى بيبان عنوان الكتاب، ان العسكري في الشطرنج مش مجبر يتحرك، هو اصلا جزء من لعبة ومش شايف اللاعب اللي بيحركه، وعشان هو مش شايف الرقعة الكاملة بيظن ان كل افكاره وكل حركاته نابعة منه هو. ودي واحدة من اقوى الافكار الموجودة في الكتاب بالنسبة لي، ان الجماهير ممكن يبقى ليها اهداف حقيقية، بس بتيجي بقى قوة سياسية أو مالية أو حتى قوة خارجية تحاول استغلال الحركات دي لصالحها هي. ويجي بقى الجزء اللي بيشدني دائما شخصيا، المال. في فصل اسمه المونيتري مانيبيوليشن أو التلاعب المالي، يعني كار بقى بيبتدي ينتقل من الجمعيات السرية إلى حاجة أكثر واقعية، النقود. يبتدي يسأل الأسئلة اللي كلنا بنسألها: من الذي يخلق المال والائتمان؟ من الذي يمول الحكومات؟ من الذي يقرض الدول وقت الحروب؟ وماذا يحدث للدول لما بتبقى مديونة؟ الفكرة عند كار انت مش لازم تسيطر على حكومة دولة او على القيادات بتاعتها، انت يكفي ان انت تسيطر على شروط التمويل اللي محتاجاها الدولة دي. وده اللي بيبين ان الاقتصاد دائما جزء من السياسة. لكن كار كالعادة بيذهب بعيدا ويبتدي بقى يحط افتراضياته هو، يربط البنوك المركزية والديون والأزمات الاقتصادية أصلا بشبكة دولية واحدة. احنا اللي هنعمل الأزمة واحنا اللي هنحلها ونقرض الناس وبعد كده نبتدي نسيطر عليهم. ومن هنا تبتدي أول قصة موثقة في الموضوع ده، جاكايل آيلاند. سنة 1910 اجتمع مجموعة صغيرة من كبار المصرفيين والسياسيين الأمريكان طبعا في منتجع منعزل تماما في جزيرة اسمها جاكيل. الاجتماع كان سري ومحدش عرف عنه غير بعد سنين. موضوع الاجتماع ده كان ايه؟ إصلاح النظام المصرفي الأمريكي. الأفكار بقى اللي طرحوها أصبحت جزء مهم جدا وأساس من الأساسيات اللي تطور بيها بعد كده النظام المالي لإنشاء الفيدرال ريزيرف
او الاحتياطي الفيدرالي سنة 1913. بعد الكلام ده ب3 سنين. طب الكلام ده جايبينه منين؟ ده فيدرال ريزيرف هيستوري شخصيا هو اللي بيوثقه. طبعا انت لحد هنا هتقول لي ايه ده؟ طب ما الراجل عنده حق اهو، ما الناس نفسهم بيقولوا ان ده حصل. هو حصل، بس الاجتماع ده ما قالش ان هم بيتحكموا في اقتصاديات العالم او ان هم بيعملوا الازمات الاقتصاديه علشان الفيدرال ريزيرف يستخدمها. وده الفرق اللي لازم يفضل في دماغك وانت بتقرا الكتاب ده. تعال ندخل بقى على الثوره الروسيه عشان الموضوع هنا معقد حبتين. هنا عندنا واقعه تاريخيه برضه مثبته. سنه 1917 المانيا كانت بتحارب روسيا. عملوا ايه؟ سمحوا للينين انه يرجع تاني لروسيا من سويسرا عبر المانيا، لان هم كانوا بيراهنوا على عودته والثوره اللي هو يعملها انها تضعف روسيا وتخرجها من الحرب. وهو ده بالظبط اللي حصل. يعني هنا عندك دوله بتساعد اعدائها ان يحصل فيها ثوره داخليه علشان يحققوا مصالح جيوسياسيه. يعني الفكره الاساسيه صحيحه، الدول تستخدم الثورات داخل دول تانية كسلاح. لكن كار كالعاده بيروح خطوتين 3 كمان. هو شايف ان الثوره في حد ذاتها اصلا كانت جزء من المخطط الدولي علشان نوصل لهدف ثالث خالص. بس هي الحقيقه روسيا كانت بالفعل على وشك الانفجار يا جماعه، والمانيا استفادت من الوضع. لكن الاستفاده من ازمه شيء وخلق ازمه بالكامل من ولا حاجه شيء اخر. ونيجي بقى للفينالي، الحروب العالميه الثلاثه. هتقولي ده هم 2، اقول لك اصبر، ما هو بيتكلم على ال3. هنا هنتكلم على خطاب منسوب لشخص اسمه ألبرت بايك، ده في القرن ال19. بيقول ان الخطاب ده بيتنبأ ب3 حروب. الاولى تؤدي الى سقوط روسيا القيصريه وصعود الشيوعيه، وده حصل. الثانيه بتؤدي الى مواجهه ما بين الفاشيه والصهيونيه، وده حصل. الثالثه تؤدي الى صدام فوضوي عالمي وكله يلطش في كله. طبعا لما تقرا الكلام ده هتيجي تقول لي معقول الكلام ده مكتوب من عشرات السنين؟ بص، لازم نبقى واخدين بالنا من حاجه. الوثيقه الاصليه مفيش دليل موثق انها موجوده، ولكن هي انتشرت بشكل كبير من فتره كبيره. واعمل سيرشك على الشخص ده ألبرت بايك شخصيا وهتعرف عنه حاجات غريبه. وطبعا بعد كده هيتكلم على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون وهيعتمده كمرجع. ولكن لازم برضو نرجع ونقول ان الكتاب ده في حد ذاته تم اثبات ان هو مزيف وغير حقيقي. ولكن لما تقرا الكتاب ده هتشوف حاجات كتيره بالفعل بتحصل قدامك اليومين دول. طب احنا بقى مع ولا ضد الكلام ده؟ كلام كار في كتابه هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ الراجل بيتكلم على نظريه المؤامره ان هي اللي بتحكم العالم كله. ولو هنتكلم بالعقل، والله لو في فعلا قياده منظمه عالميه عايزه تحكم العالم كله في الظل، استحاله تلاقي لها دلائل حقيقيه موثقه بتقول انها موجوده. علشان كده سيبك من الجزء ده والافتراضيات دي من الكتاب، ما تعتبرهاش حاجة حقيقية تماما. it is good to know. المهم ان احنا نتعلم 3 حاجات اساسية، هي دي اللي قدرت اخرج بيها من الكتاب. اول حاجة، انت عندك حدث بيحصل بالفعل، لازم تفرق ما بين الحدث نفسه وما بين من المستفيد من الحدث ده وما بين من الممول للحدث ده. ان في اوقات كتيرة جدا المستفيد ما بيكونش هو اللي عامل الحدث، لكنه استفاد بالصدفة او كان مخطط له انه يستفيد. كده احنا اتكلمنا على 3 كتب كلهم بيتكلموا على من يحكم العالم. واحد اتكلم من نظرية العلاقات المتشابكة، واحد اتكلم من نظرية المال، واحد اتكلم من نظرية المؤامرة. الفيديو اللي جاي بقى هنبتدي نعمل مقاربة ما بين ال3 كتب عشان نحاول نفهم بشكل اكبر من يحكم العالم.